قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا في غزة بالثبات والنصر القريب إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. كل مدينة إسلامية من أول القاهرة لحد اسطنبول ومن قرطبة لحد سمرقند فيها حاجة مشتركة، وهي المآذن والقباب والزخارف. الزخارف اللي تخليك ترفع راسك وتقول الله ايه الجمال ده. لكن يا ترى ايه اللي ميز العمارة الإسلامية وخلاها مختلفة عن غيرها؟ ده اللي هنعرفه سوا في رحلتنا مع برنامج المآذن. العمارة الإسلامية مش مجرد مباني، هي انعكاس لفكر ودين وثقافة. المسجد مش بس كان مكان للصلاة، ده كان مدرسة، محكمة، وكمان ملتقى للناس. عشان كده لما المسلمين ابتدوا يبنوا حاولوا يصمموا مباني تجمع بين الروحانية والجمال والفايدة. بما ان دي المقدمة فخلينا نتكلم عن اهم العناصر اللي هتلاقيها في اي مسجد. اول حاجة وهي المأذنة. المأذنة هي البرج العالي اللي منه بيرتفع الأذان، وهي رمز الدعوة ونقطة الإعلام في المدينة. تاني حاجة معانا وهي القبة. والقبة هي رمز السماء، تصميم هندسي عبقري بيدي إحساس بالاتساع والراحة. تالت حاجة معانا وهي المحراب، وهو مكان الإمام، وغالبا بيكون مزخرف بزخارف هندسية أو كتابات قرآنية. الصحن أو الساحة، طبعا ده مبقاش موجود في المساجد بتاعتنا دلوقتي، بس موجود في كل المساجد الإسلامية من كام سنة كده. الصحن هو مساحة مفتوحة وسط المسجد. المهندس الإسلامي كان دايما عبقري، يستخدم الصحن في التهوية والنور. خامس حاجة معانا وهي الزخارف والخط العربي. لأن الإسلام منع الصور في بيوت العبادة، فالمهندس الإسلامي أبدع في الخطوط والزخارف الهندسية اللي بتزين المساجد. لو قارنا العمارة الإسلامية بغيرها هنلاقي اختلاف واضح. في الكنائس مثلا التماثيل والرسومات الدينية جزء أساسي، لكن في المساجد مفيش صور أو تماثيل. الزينة كلها كانت في الخطوط القرآنية والزخارف الهندسية. الفكرة هنا إن الجمال يوصل للعين والروح من غير ما يشغلك عن العبادة. العمارة الإسلامية انتشرت مع انتشار الإسلام من الصين لحد الأندلس، لكن الجميل إنها ما كانتش نسخة واحدة، كل بلد ضاف بصمته. في المغرب والأندلس مثلا هتلاقي البلاط والزليد، يا رب أكون بنطقها صح. في مصر والشام هنلاقي عمارة المسجد بتتميز بالمآذن الرفيعة الطويلة والقباب الضخمة. ولو رحنا لتركيا هنلاقي المساجد الكبيرة على الطراز العثماني. وفي النهاية اللي عايزين نوصله في حلقة النهاردة إن العمارة الإسلامية مش مجرد أحجار، دي روح بتجمع بين الإيمان والفن، بين الجمال والفايدة. ودي كانت أول محطة لينا في المآذن. استنونا الحلقة الجاية وهنبدأ نحكي حكاية أول رمز معماري في الإسلام وهي المأذنة.